بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فخامة رئيس الجمهورية، معالي الوزير الأول، أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة، أيها الحضور الكريم، في سياق تدشينات الذكرى 65 لعيد الاستقلال الوطني، يشكل تدشين المقر الجديد للمرصد الوطني للبيئة والساحل وانطلاق أنشطته اليوم تجسيداً عملياً للمكانة المحورية التي تحتلها البيئة في الرؤية التنموية لفخامتكم. وتحت قيادتكم الرشيدة تهدف السياسات العمومية في مجال البيئة والتنمية المستدامة إلى التوفيق بين الاستقلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتعزيز الصمود أمام التغيرات المناخية ودعم نمو اقتصادي شامل يوفر الفرص ويخدم العدالة الاجتماعية. ولقد ترجمت توجيهاتكم السامية إلى إنجازات ملموسة، خاصة في مجال تحسين الحكامة البيئية من خلال إعداد واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وتحيين المساهمة المحددة وطنياً في مجال التغيرات المناخية سداءً، واعتماد قانون التقييم البيئي والاجتماعي، والمصادقة على اتفاقية أعالي البحار والتنوع البيولوجي خارج الحدود الوطنية BNG، وعلى تعديل كيغالي إضافة إلى المصادقة على البروتوكولات الإضافية لاتفاقية أبيجان، والتحضير للنصوص القانونية الخاصة بتسيير النفايات الصلبة والمواد الكيميائية. كما شهد القطاع تنفيذاً لتعليماتكم تعزيز حفاظ التنوع البيولوجي من خلال دعم المحميات الوطنية وإنشاء محميات جديدة، منها على سبيل المثال للحصر خليج النجم بنواذيبو وقلب الرشات بولاية آدرار، إلى جانب رفع مساحات التشجير وإنجاز آلاف الكيلومترات من تثبيت كثبان الرمال، وإنجاز آلاف الكيلومترات من تثبيت كثبان الرملية، واعتماد تقنية البذر الجوي بالتعاون مع سلاح الجو الوطني، وحماية المراعي من الحرائق، وتعميم المشاتل على كافة التراب الوطني، ومتابعة ومحاربة التلوث بجميع أشكاله، إضافة إلى تعزيز التربية البيئية والثقافة التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار يندرج إطلاق فخامتكم للأسبوع الوطني للشجرة في شهر أغسطس الماضي كرسالة قوية تعكس مكانة الغطاء النباتي في سياساتكم، وتؤكد أهمية إشراك المواطنين خاصة الشباب في جهود حماية البيئة. كما حرصتم على تعزيز الدبلوماسية البيئية بما مكن بلادنا من حضور فعال في المحافل الإقليمية والدولية والدفاع عن مصالحها البيئية والمناخية. ويعد المرصد الوطني للبيئة والساحل الذي ندشن مقره اليوم أداة استراتيجية للرصد والتحليل والاستشراف، ومنصة وطنية مرجعية في خدمة الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، وكذا البحث العلمي والاجتماعي، بما يسهم في تشجيع الاستثمار المسؤول ودعم اتخاذ القرار المبني على المعرفة بالمعلومات العلمية الدقيقة. فخامة رئيس الجمهورية، في انسجام تام مع توجيهاتكم، يشرفني أن أعلن انتهاء مسار إعداد المخطط الوطني للبيئة والتنمية المستدامة لسنتي 2026-2030 باند، الذي يشكل إطاراً استراتيجياً لترجمة برنامجكم طموحي للوطن إلى إجراءات عملية تخدم التكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي ومكافحة التلوث وترقية الاقتصاد الأخضر وتثمين الموارد الطبيعية بشكل مستدام. فخامة الرئيس، إن تشييد هذا المقر بتمويل من الموارد الذاتية للدولة الموريتانية في إطار المساهمة الوطنية في برنامج واكا يجسد رؤيتكم لدولة مسؤولة فاعلة وسيدة في اختياراتها، ويعكس كذلك جودة التعاون مع شركائنا وفي مقدمتهم البنك الدولي الذي نتوجه إليه بخالص الشكر على دعمه المتواصل.
وتحت القيادة المستنيرة لفخامتكم وبإشراف من معالي الوزير الأول السيد المختار الجاي، يظل التزام الحكومة راسخا بجعل البيئة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ورافعة لخدمة القطاع الخاص والبحث العلمي والتقدم الاجتماعي لبلادنا. وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.